العبوا من أجل الشعار وقيمة الشعار. 15 كاميرا. العبوا لصالح نفسكم، مثلوا لنفسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأكارم، طابت أمسياتكم بكل خير. على قناة تريكا شو نلتقيكم مجددا، ولا زلنا نواصل حديثنا عن مباراة الهلال والأهلي المصري، المباراة المصيرية المفصلية، المباراة اللي تبقت لها ساعات معدودة جدا وانتهى الكلام، بقى شغل ثاني، شغل ملعب مستطيل. لكن قبل ده كله أنا عندي رسالة بسيطة جدا داير اوصلها للاعبين الهلال، وانا متاكد حتصلها. الرساله دي بتقول: انتوا العبوا لصالح نفسكم، المباراه دي العبوا لصالح نفسكم، متعوا فيها نفسكم، قدموا فيها نفسكم. المباراه حتكون بحضور 15 كاميرا من الشركه الناقله قنوات بي ان سبورت. اضف لذلك حتكون ما يزيد عن 30 الى 50 محطه اعلاميه مختلفه حاضرة المباراة. أضف لذلك مش على مستوانا العربي والأفريقي، المباراة حتكون متابعة على مستوى العالم، أن المباراة أخذت حيزها من الرواج الكامل وأخذت أهميتها، فبالتالي حتكون متابعة بنسبة عالية جدا عكس كل المباريات في العام ده في مجموعات دوري أبطال أفريقيا. عشان كده العبوا لصالح نفسكم ومتعوا نفسكم، ودي ممكن ترفع القيمة التسويقية حقتكم انتوا كلاعبين. ده في المقام الأول لأي لاعب محترف، مهنته وحياته وأكل عيشه كرة القدم. المباراة دي قدموا فيها نفسكم، العبوا لصالح نفسكم، ومن ثم العبوا من أجل الشعار وقيمة الشعار وقيمة النادي، ومن ثم العبوا من أجل الجماهير اللي وضعت فيكم كامل الثقة ودتكم دفعة معنوية كبيرة جدا، والمجلس ما قصر ووفر لكم كل المعينات وكل الحوافز الضخمة تمها رصدها ليكم. انتوا قادرين بإذن الله، حتطلعوا من الماتش وانتوا منتصرين بإذن الله، وأسوأ الفروض متعادلين. دي رسالتي الأولى اللي أنا حبيت أوصلها للاعبين الهلال. طيب خلونا نتكلم سريع كده، أنا ما داير أستغرق لكن آخذ مقتطفات من النظرة الفنية اللي ممكن يخش بها فلوران إيبنجي مباراة سبت. فلوران حاليا في ذهنه انه عنده 24 لاعب، اي لاعب فيهم على قدر الثقة انه يكون في الفورمة وانه يؤدي، ودي حاجة جميلة. طيب بالكاد انا اجزم انه فلوران إيبنجي ما حيطلع من الاحتمالات دي، انه حيلعب في ابو 20 في حراسة المرمى، يمورو على الشمال، اطهر على اليمين، إيرين، عثمان الضيوف في عمق الدفاع، امامهم ابو عاقله ولا الدين خدر، امامهم انا بتوقع هو الثابت حيكون انجوما، اضافه لاباغنا حيلعب بمحمد عبد الرحمن وليليب. دي الخطه اللي انا متوقعه يلعب بها، فيها توازن في وسط الملعب باربع لاعبين حركيين، فيهم اللاعب القوي واللي بيقطع واللي بيتحرك، عندهم ادوار ونزعه دفاعيه ممتازه، عندهم النزعه الهجوميه الممتازه. حيناور بمحمد عبد الرحمن وليليبو، ودي اللي حتكون في رقابه كبيره شديد على محمد عبد الرحمن وليليبو، اللي حيعملوا لهم الف حذر. فانا بتوقع نقوم واباغنا يعملوا شغل في المباراه دي، حيحاولوا بقدر الامكان انهم يتحاشوا المخالفات. لاعبي الاهلي المصري حيتحاشوا المخالفات على راس 18، ممكن اللعيبه اللي جايين من الخلف يكون لهم دور كبير جدا. عشان كده انا اخترت انجوما واباغنا حيكون لهم دور كبير جدا. في الشوط الثاني حتكون في معطيات ثانيه وفق النتيجه بتمشي. طيب لو لاحظنا انه نحن في مباراه صن داونز اقحم على اليمين موفق صديق ولعب بثلاثه لعيبه في وسط الدفاع، فاداك الشكل العام انه بيلعب بخمسه في الدفاع، لكن في الحقيقه انه كان بيلعب بثلاثه في الدفاع ثابتين، وموفق ويمورو يكون دورهم وسطي اكثر عشان تكون الكثافه 5 في الوسط اضافه للمهاجمين. فهم بيكملوا في الهجوم بيكونوا 3، بيجوا الوسط
بيكملوا 5، في حالة الارتداد بيكملوا 5 مع المدافعين. الخطة تغيرت بعد إصابة موفق وإيمورو ودخل أطهر، تبدلت الخطة للخطة التي أنا ذكرتها إنه متوقع فلوران يلعب بها، ودي بنسبة كبيرة ما أتوقع إنه يقحم طيب عبد الرازق بنفس الطريقة. حيكون الأداء الدفاعي لأطهر حيقتل الوسط، فدي أنا أتوقع، ودي التشكيلة الأقرب. ولو لعب بالتشكيلة دي بإذن الله الهلال حيخرج بنتيجة ممتازة، وعنده ورقات رابحة. الوسط عنده في الهجوم خيارات متعددة بتقدر حسب معطيات المباراة انك تغير بها نتيجة المباراة. انا ما داير اطيل في الحديث، لكن المباراة بكل المقاييس حتكون مباراة تاريخية، مباراة حتكون للذكرى، مباراة حيتأهل فيها بإذن الله تعالى الهلال من القاهرة وبانتصار بإذن الله تعالى، وحتى لو ما انتصر حيخرج متعادل، لأن الأهلي في أضعف حالاته، في ضغط نفسي كبير جدا، في هيدش هم ما قادرين يتخلصوا من الحاجة دي. فدي كل اللي عندي، والأمور كلها حاليا هناك ماشية بصورة طيبة جدا. أنا ما داير أطيل عليكم، لكن نلتقيكم بإذن الله تعالى بعد المباراة، وكلنا فرح ونشوة بانتصار وتأهل تاريخي نقدر نخرس به الألسن الطوال والنشاز من الناشطين والإعلام المصري. إلى جديد الملتقى، تقبلوا تحياتي. في الختام ما تنسى تعمل اشتراك وشير عشان ما يصلك كل جديد، فعل زر الجرس. السلام عليكم.